جماعة انا كنت هبدأ وبعدين قررت ان انا اشارككم تجربتي. اول مرة في حياتي هعمل انا بنفسي لحمة خروف، لحم ضاني، لحم غنم، ايا كان بتسموه ايه. اصعب مرحلة، او انا اعتقد انها اصعب مرحلة، الله اعلم ايه اللي جاي بعد كده، ان انا اقطعها لانها بيبقى فيها عظم. اوكي، فانا بحاول اقطع كده، ده في مكان عظمة، فانا هل هسيب العظمة واخد الفراغات؟ يعني برضو بخبط في عظمه يعني. الضلوع اهي، اقطع بين الضلوع، كنت اقول لكم بتوين الضلوع، اقطع بين الضلوع. ايوه هي نزلت بين الضلوع، ما بتكملش للاخر يا جماعه. فيليب هيشوفني يقول يا خيبتك يا شروق، عشان هو قال لي انا لقيت لحم خروف اجيب وهتعرفي تعمليه. ايه ده؟ عرفت اهو، هتعرفي تعمليه. قلت له طبعا. بتسال ايه؟ انا مصريه اعرف اعمله طبعا، وانا عمري ما عملته في حياتي، بس مامتي بتعمله وبحبه قوي. قطعت حته، مش عارفه بقى، ايا كان هناكلها كده كده يا لينا. طب اعملها خلاص، دي حته، خلي دي حته ولا كبيره على انها تبقى حته كبيره، حاساها كبيره. فيليب دي حته كبيره قوي صح؟ انها تكون وان بيس كبيره صح؟ مش عارف. دي حته ودي حته، دي كده المفروض اقطعها كبيره قوي انها تكون حته. ايوه هنا نزلت عادي، هنا نزلت عادي. هي بسرعه. قطعت حته. مش هعرف اعمل دي حته واحده، برضه لازم تتقطع. بهدلتها. كان المفروض تقريبا الجزار يقطعها لنا. لا هي بتتقطع. لا يا جماعه لسه باقي كتير قوي، مش هقدر اقطعهم كده. قولوا لي طريقه سهله للتقطيع، مفيش جزار بقى خلاص، اللحمه في البيت وانا اوريدي فتحتها، فلو حد عنده طريقه سهله للتقطيع يقول لي. بصوا، خليت فيليب يساعدني، جبت الشاكوش ده وقعدت ادق. السكينه اتنت، شايفين السكينه اتنت والحته دي مش راضيه تطلع من الناحيه التانيه. بصوا اتحشرت، ولا عارفه اخد السكينه ولا عارفه اخد اللحمه. هيلب، مساعده بسرعه.